اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من على قناة من قلب التاريخ. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن شخصية من الشخصيات المهمة جدا اللي كان لها اثر وتأثير كبير في سياسة مصر. ان شاء الله النهاردة هنتكلم عن اللواء عمر سليمان. طبعا في عالم السياسة الصورة اللي قدامك عمرها ما بتكون الحقيقة كاملة، دايما في ناس وراء الكواليس، ناس مش بتتكلم كتير لكن قرار واحد منهم ممكن يغير خريطة الدول. عمر سليمان كان واحد من اخطر الناس ديت، راجل ما كانش بيظهر في الاعلام، ما كانش بيخطب في الجماهير، لكنه كان حاضر في كل الملفات اللي بتتسمى حساسة جدا واللي غالبا ما بتطلعش للنور. طبعا من صعيد مصر لحد مكاتب المخابرات الدولية ومن ساحات الحرب لحد لحظة إعلان نهاية حكم رئيس، دي مش سيرة حياة عادية، دي قصة نفوذ وقرارات وأسرار وحكاية لسه فيها أجزاء ناقصة. طبعا بالنسبة للبداية، اتولد عمر محمود سليمان يوم 2 يوليو عام 1936 في قنا في الصعيد. طبعا الصعيد وقتها كان بيصنع شخصيات مختلفة، اعتماد على النفس وقوة وهيبة. البيئة دي بتطلع ناس قليلة الكلام، قوية طبعا في الفعل، عندها قدرة تتحمل ضغط كبير، وده كان واضح جدا في شخصيته بعد كده. بالنسبة للتكوين العسكري، طبعا هو دخل الكلية الحربية وانضم طبعا للقوات العسكرية أو القوات المسلحة المصرية سنة 1954. طبعا بدأ مشواره كظابط في الجيش المصري، لكن اللي له ميزة انه ممشيش في السكة التقليدية بس. طبعا بالنسبة للتعليم الخارجي هو درس في الاتحاد السوفيتي، وطبعا خد دورات في أمريكا، وده مهم جدا لأنه فهم العقلية الشرقية والغربية وقدر يتعامل مع مدارس مختلفة في التفكير العسكري والاستخباراتي. يعني من بدري جدا كان بيتم إعداده لدور أكبر من مجرد ضابط عادي. أيام نكسة 67 زيه زي جيل كامل عاش لحظة الانكسار، وده بيزرع جواه حذر ورغبة في التعويض وعقلية حساب كل خطوة. أيام نصر 73 شارك في حرب أكتوبر وشاف التحول من هزيمة إلى نصر. طبعا اللي بيعدي بالتجربتين دول بيطلع قائد بيعرف إمتى يهاجم وإمتى يصبر وإمتى يختار اللحظة الصح. بعد الجيش طبعا دخل عالم المخابرات، وده مش انتقال عادي، ده انتقال من القتال بالسلاح للقتال بالعقل. طبعا في العالم ده المعلومة أهم من الرصاصة، والقرار ممكن يغير مصير دولة، والغلط ثمنه كارثي. سليمان أثبت نفسه بسرعة لأنه كان هادئ ذكي بيعرف يقرا الناس. طبعا سنة 1993 اتعين رئيس لجهاز المخابرات العامة، ومن هنا بدأ اسمه يتحول لأسطورة في الكواليس. بالنسبة طبعا لأخطر الملفات اللي كان عمر سليمان موجود فيها بقوة، ملف فلسطين كان الوسيط بين فتح وحماس وإسرائيل، وده ملف معقد جدا لأنه مليان صراعات ودم ومصالح دول، وكان دايما هو الشخص اللي بيدخل لما الأمور تتعقد. بالنسبة للإرهاب، طبعا في التسعينات مصر واجهت موجة عنف قوية. طبعا سليمان كان من العقول اللي أدارت المواجهة دي بشكل حاسم. بالنسبة للعلاقات الدولية كان ليه تواصل مباشر مع أجهزة زي CIA، وده خلاه لاعب دولي مش مجرد مسؤول محلي. بالنسبة لغز شخصيته، الغريب في عمر سليمان انه ما كانش انه مش نجم اعلامي، طبعا مش سياسي تقليدي، لكن عنده نفوذ ضخم. ده نوع من الشخصيات اللي بتشتغل في صمت لكن تأثيرها عالي جدا. سنة 2011 طبعا لحظة الظهور الإجباري في عز الثورة، طبعا الرئيس الراحل حسني مبارك عينه نائب رئيس. ده كان قرار مهم جدا لأنه لأول مرة رجل الظل بيظهر في الصورة. طبعا في 11 فبراير عام 2011 عمر سليمان ظهر وقال بيان التنحي بتاع الرئيس حسني مبارك. طبعا المشهد ده كان بسيط في الشكل لكن ضخم في التأثير، دي لحظة نهاية نظام وبداية مرحلة جديدة. بعد الثورة قرر يترشح، وكان في ناس شايفاه قوي قادر يسيطر ورجل دولة، لكنه تم استبعاده بسبب التوكيلات، وده أنهى فرصته السياسية تقريبا. طبعا في 19 يوليو عام 2012 اتوفى في أمريكا رسميا عملية قلب، لكن التوقيت وطبيعة شخصيته وحجم أسراره خلوا ناس كتير تتسائل. يعني بالنسبة للتواريخ المهمة في حياة عمر سليمان، طبعا هو انضم للقوات المسلحة المصرية سنة 1954، اترقى في الوظائف الرئيسية في الجيش حتى وصل لرتبة رئيس فرع.
هيئة التخطيط العام في هيئة العمليات بالجيش. طبعا مدير المخابرات الحربية من يوليو عام 1989 لحد 4 مارس 1991، ورئيس المخابرات العامة من 4 مارس 1991 ل 29 يناير 2011، ونائب رئيس الجمهورية من 29 يناير ل 11 فبراير 2011. بتحليل عميق لشخصيته، هل كان رجل نظام فقط ولا كان لاعب إقليمي وصانع توازنات؟ ليه كان مهم؟ لأنه هو كان مهم لأنه جمع بين الجيش والمخابرات والسياسة. هل كان ممكن يبقى رئيس قوي؟ في رأيين، ناس شايفة إنه كان هيبقى حاكم حاسم، وناس شايفة إنه أسلوبه ما يناسبش السياسة المفتوحة. في النهاية عمر سليمان ما كانش مجرد مسؤول، ده كان صندوق أسرار ماشي على الأرض. راجل عايش بعيد عن الكاميرات لكنه كان موجود في كل قرار كبير. طبعا ما كانش بيحب الظهور، لكن التاريخ أكبره يظهر في أهم لحظة. والغريب إن كل ما نحاول نفهمه أكتر بنكتشف إن في جزء من القصة لسه مستخبي، ويمكن ده سر قوته الحقيقية، إنه بعد ما رحل فضل لغز. وبكده تكون نهاية حلقة النهاردة انتهت. كان معاكم محمد سالم. يا ريت لو الحلقة عجبتكم تدوسوا لايك وتدوسوا على الزر والاشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، ونتقابل في فيديو جديد. سلام.